في الذكرى 65 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل أول منظمة نقابية في العالم العربي وإفريقيا، قامت النيابة الخصوصية بولاية صفاقس مسقط رأسه بتركيز مجسم تذكاري له يحفظ ذكراه ويضمن تواصلها عبر الأجيال. وقد واكب حفل تركيز المجسم عدد من الشخصيات النقابية والسياسية، ومن بينها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. هذه لمسة وفاء حقيقية، هذه خطوة نثمنوها، وإن شاء الله يوم 14 جانفي مش يكون تدشين نصب تذكاري للزعيم الفذ فرحات حشاد في جهة رادس وين وقع من الاغتيال نتاعو في المعتمدية ذيك. وإن شاء الله كذلك في السنة القادمة إن شاء الله مش يكون الشروع في بناء معناها معهد حشاد للتكوين النقابي والتثقيف العمالي في جهة معناها رادس. معناها هذا كله لمسة وفاء لشهيدنا ورمزنا. هذا وأشار رئيس النيابة الخصوصية بصفاقس عماد السبري أنهم ماضون في تركيز عدد من المجسمات الأخرى تخليدا لذكرى مناضلين مروا من هنا، وبعيدا عن الإيديولوجيات والتجاذبات السياسية على حد تعبيره. كما ذكر أنه سيقع تركيز مجسم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يوم السبت المقبل، رغم ما تلقاه هذه الخطوة من معارضة بعض أبناء الجهة. اليوم كرمنا فرحات حشاد، كرمنا حمادي العقربي، باش نكرموا الهادي شاكر، باش نكرموا الزعيم الحبيب بورقيبة وسط زملائه من المناضلين، باش نكرموا مجيد أبو ليلى كأحد المناضلات في صفاقس. اليوم يلزم الصفاقسية والتوانسة يعرفوا اللي هذه المدينة مدينة مناضلين. تاريخ بإذن الله باش يكون نهار السبت هذا العشية باش نركزوا مجسم تاع الحبيب بورقيبة. وأكد نور الدين حشاد نجل الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد في تصريح إعلامي سابق أنه أصبح يملك كل الحقائق حول تورط الدولة الفرنسية في اغتيال والده سنة 52 و900 وألف، وأنه سيتوجه قريبا للقضاء المحلي والدولي لرفع قضية في الغرض، متسائلا في الآن نفسه عن سبب تجاهل الدولة التونسية لهذا الملف.